سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم في من راديو كروان. مستمعي ومتتبعي راديو تلفزيون كروان، نحييكم في هذا اليوم المبارك. وكما وعدناكم معنا الآن وعلى الهواء مباشرة من مصر سعادة المستشار محمد الشرقاوي، الأمين العام لاتحاد الإعلاميين العرب. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور على حضرتك وعلى الشعب الليبي كله وعلى السادة المستمعين في كل أنحاء العالم العربي. احنا بنرحب بيك على أثير راديو تلفزيون كروان، والشعب الليبي كله بيرحب بيك وبيقول لك أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. احنا عارفين إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة الجاية اللي هو في 16 فبراير إن شاء الله بإذن الله حيعقد المونديال اتحاد العالمين العرب. ما هو استعداد اتحاد المونديال في هذه الفترة يعني؟ نعم، احنا كاتحاد العالمين عرب بنعمل الدورة بتاعة المونديال كل عام دائما يعني في شهر يناير، لكن هذا العام اخترنا شهر فبراير. بنقيم كل الأعمال الإعلامية، إذاعة وصحافة وتلفزيون في العربية، وخاصة الأعمال التي تناهض الإرهاب. كمان هذا العام كان في جائزة جديدة بنعملها لاختيار مدينة التراث العربي، مدينة كل عام، وأجرينا استفتاء عالمي وشفاف وكامل عبر صفحة الاتحاد على الفيسبوك وعبر إيميل الاتحاد، وفازت به مدينة غدامس الليبية لهذا العام في ظل منافسة كبيرة مع الإخوة والأشقاء العرب في المدن العربية الأخرى مثل صنعاء اليمنية ومدينة الفسطاط بجمهورية مصر العربية ومدينة السلطة الأردنية، وفازت مدينة غدامس في هذه الجائزة. احنا كنا نستعد بيكون عندنا هذا العام رحب بالحضور والمشاركة من خلال أنشطتهم الإعلامية 62 إعلامي وإعلامية عربية مستوى الوطن العربي. ما شاء الله. وبيتم بشكل منظم حفل ضخم بتغطيه 28 قناة فضائية عربية و18 صحيفة ومجلة عربية و16 موقع إلكتروني. معك اتفضل. يعني نقدر نقول احنا الحفل هذا حيكون حدث تاريخي وعربي لأكثر من 28 قناة فضائية حتنقل هذا الحدث وتغطية الحدث. ما هو الجديد أو يميز ما بين الدورة هذه والدورة 2015؟ لا، حاجات كتير طبعا بتميز هذه الدورة. هذه الدورة بيتم فيها تكريم 3 رؤساء وملوك دول عربية حافظوا على شعوبهم وأوطانهم في مواجهة الإرهاب، منها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسمو أمير دولة الكويت وفخامة رئيس دولة الجزائر. كمان يميز هذه الدورة اختيار مدن عربية كمدينة التراث العربي ومدينة السياحة الآمنة. كمان يميز هذه الدورة أدخلنا عليها الإبداع الفني من خلال أداء الفنانين اللي بيهتموا بأعمال فنية ضد الإرهاب. كمان بيميز هذه الدورة تكريم بعض الشخصيات العربية المهتمة أو الراعية للنشاط الإعلامي. احنا نعتقد ان دي مميزات جديدة تضاف الى هذا المونديال. واحنا يوميا نتابع في نشاطاتك من خلال صفحات التواصل وشايفين اهتمامك كبير، سواء حضرتك او حضرة سعادة المستشار احمد فؤاد والمستشار محمود الكتاني. حقيقة مشكورين جدا. لكن ما مشاركة ليبيا في اتحاد العالمين العرب واليوم الليبي بمناسبة تكريم وتتويج مدينة غدامس كعاصمة التراث العربي ل 2016؟ بالنسبة لليبيا تحديدا ربما تكون تشارك لأول مرة في مونديال الاتحاد العالمين العرب الحمد لله. لكن طبعا ليبيا لها وضع خاص مع جمهورية مصر العربية، هي نعتبرها الجار الأول لجمهورية مصر العربية، ولا يليق أن يمر حدث إعلامي ضخم وكبير لا تشارك فيه ليبيا. ليبيا تشارك من أكثر من ناحية، تشارك كمدينة تراث إذا جاء نتيجة
عن طريق استفتاء كما ذكرنا. ليبيا تشارك يعتبر أكبر وفد مشارك في نشاط الدورة هذا العام، الوفد الليبي. ليبيا أيضا تشارك بأنها تعطي لنا لمحة وطابع عن التراث الليبي والفنون الليبية، وخصص لها الاتحاد يوم كامل من خلال فعاليات الدورة للتعرف على أوجه الثقافة والنشاطات الفنية في ليبيا. ليبيا تشارك أيضا بشخصيات لها دور فعال في تنمية الثقافة والفنون وسط الشعب الليبي أو في تاريخ التراث الليبي. فليبيا مميزة هذا العام، وهذا بالأمانة بعيد عن أي مجاملات، وإحنا بنعلن أمام الجماهير والمشاهدين والمستمعين كلهم أن هذا تم نتيجة نشاط فعال لليبيا نتابعه ونراقبه عن قرب. فنعتقد أن ليبيا تقاسم الاتحاد هذا العام في المشاركة. هو لا يخفي حقيقة أن نعلنها على الهواء مباشرة لمستمعي ومشاهدي راديو تلفزيون كروان، والحقيقة وللأمانة وبكل ثقة أقولها من خلال تواصلي اليومي مع سعادة المستشار محمد الشرقاوي الأمين العام، حقيقة وخصص وعمل كل جهده وكان لي رعاية خاصة أو نظرة خاصة لليبيا، وقدم كل التسهيلات وكل كافة التسهيلات لأجل أن تكون مشاركة ليبيا مشاركة قوية وتتميز عن باقي المشاركات. وكما تفضل حضرتك قال لي أول مرة ليبيا تشارك في مونديال اتحاد العالمين العرب. طبعا أنا نزف خبر تاني جديد أستاذ محمد أمس، أنا حقيقة بتواصلي مع السيد محمد بيود رئيس الهيئة العامة للسينما مشكور جدا في عقد اجتماع أمس مطول الحقيقة، وحيكون خبر صار وحنعلن الآن على الهواء إن حل الفرقة الوطنية الليبية حتشارك في اليوم الليبي بمناسبة تتويج وتكريم مدينة غدامس. حتشارك بفلكلور ليبي حوالي أكثر من 13 لوحة فنية راقصة معبرة عن تاريخ وحضارة ليبيا. بالإضافة حيكون هناك في معرض للصور يحكي أو محاكاة عن مراحل وتاريخ مدينة غدامس التراثية. أستاذ محمد، أي إضافة أخرى أو كلمة أخرى قبل ننهي معك؟ وإن حقيقة والحديث معك لا يمل، ولكن لضيق البرنامج. نعم، هو كلمة أخيرة فقط، إنه إحنا المونديال بنعمله كل عام. نريد أن نوحد صف الكلمة الإعلامية العربية لمواجهة الإرهاب واقتلاع جذور الإرهاب اللي هو شيء دخيل علينا، واللي العرب دائما يتميزوا بالسماحة وسعة الصدر وتقبل الرأي الآخر. ده دور الإعلام في المرحلة القادمة وخاصة الإعلام العربي، مع كامل الشكر للشعب الليبي وكامل الشكر لكل المثقفين الليبيين داخل ليبيا وخارجها. تحياتي إليكم. طبعا تحياتنا ليك أستاذ محمد، ونلتقي إن شاء الله عن قريب في مونديال اتحاد العالمين العرب لتتوج مدينة غدامس، ونلتقي إن شاء الله في أول فرصة إن شاء الله. وشاكر جدا من كل قلبنا وبارك الله فيك، وإحنا عارفينك مشغولين جدا، ولكن بارك الله فيك اللي أعطيتنا فرصة لوضحتنا برامج المونديال. نلتقي إن شاء الله في فرصة قريبة. إلى اللقاء أستاذ محمد. إلى اللقاء. السلام عليكم. سيداتي سادتي، كما نوه الأستاذ محمد الشرقاوي على مشاركة ليبيا، وحتكون السنة هذه شاركة بإذن الله مشاركة قوية جدا. لا ننسى حقيقة اتحاد منتجي الليبيين دور الفعال حقيقة وراء هذا الاحتفالية وتخصيص اليوم الليبي. فمشكور جدا اتحاد المنتجين الليبيين للإذاعة والتلفزيون. ولا ننسى إن شاء الله بإذن الله حيكرم نخبة كبيرة من الإعلاميين الليبيين في اليوم الليبي اللي خصص أو نظم اتحاد المنتجين الليبيين. ستكرم في مدينة غدامس، سترفع راية ليبيا بإذن الله ضمن المحافل العربية والدولية، وهذا حقيقة ما نسعى إليه. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.